السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قد الدنيا واللي فيها. وحشتوني جدا جدا. يا رب تكونوا دايما بخير وفي افضل صحة وافضل حال، اللهم امين. عاملين ايه في عز التلج والبرد اللي احنا فيه ده؟ اليومين اللي فاتوا دول كانوا عبارة عن تلج بس، يعني كانوا تلج بس. من اول كده امبارح والنهارده كده الجو يعني اعتدل شويه وبقى الجو حلو، في اللي تحت البطانيه بقى ما ايه يعني كفايه حاجه بقى لحد كده. الجو بقى حلو وجميل اهو، نقوم بقى نتشجع كده ونتحمس. واول ما لقيت الجو حلو والله بصوا يعني قمت فريره كده غسلت شويه المواعين. فاللي معاه اي حاجه عايز بقى يشمس بطانيه، عايز يطلع سجاده ما مسحش باله كتير، يقوم كده من تحت البطانيه كده ويتشجع ويتحمس ويقوم يشوف اللي وراه ايه. كفايه خمول كده وكسل. بقالنا كام يوم كده الجو كان متلج قوي، فكنت ببقى لابسه شراب وكنت ببقى متلجه برضه. فما صدقت بقى ان الجو اتحسن بقى كده، وقمت مسكت شويه المواعين اللي عندي دول همكتهم. كنت قبلها جايبه بقى بتاع ده، جايبه مساحه الرخام اللي انا هوريها لكم دلوقتي دي، جايباها جديد. كانت بقت ب30 جنيه. ب30 جنيه. كنت سألة عليها من فترة، كانت ب15 جنيه. كنت بقول هجيبها او لأ. والله كنت حاجزاها، وفعلا حاجزاها مع واحدة مديها تمنها، بس ما جابتها ليش. ونسيت كمان اسألها عليه. فروحت بقى جبتها لقيتها قدامي، فقلت اما اشتريها بقول لها بكام، قالت لي ب30. قلت لها خد يا بنتي، احسن ما اجي اسأل عليها كمان يومين ولا حاجة تقولي لي ب50، اما اشتريها ب30 احسن. فجبتها. المهم الروتين ده بقى روتين يوم الخميس، كان الجو فيها كويس وحلو ومتظبط وعالي العال. وبصراحة ما عرفتش اصور، يعني ما عرفتش اصور وانزل في نفس اليوم فيديو، عشان ما اكذبش عليكم واقول لكم ان هو فيديو النهارده وبتاع وتخشوا تسمعوا على انه فيديو النهارده. يعني لا، هو فيديو يوم الخميس انا كنت مصوراه بصراحة، وكنت قايلة ان انا هنزله، بس حصل ظروف وما عرفتش انزله كده. فده اللي خلاني كنت عايزة انزله يعني يوم الخميس، بحيث ان هو يشجعكم كده لو انتوا وراكم اي حاجة تعملوها قبل يوم الجمعة. بس انا بصراحة ما عرفتش انزل الفيديو. تمام تمام. عملت ايه بقى فيه؟ دخلت المطبخ، وبصراحة هو اللي كان مكركب شوية، كان محتاج شوية نظافة كده حلوين. فكان عندي شوية مواعين كتير قوي. وكان في صينية كده كانت عمالة ادور عليها، مش عارفة هي فين. قلبت المطبخ وسألت ماما عليها وسألت اختي، مش مع حد، وتحت عند حماتي برضو ما كنتش لاقياها. المهم فين وفين طالعة فوق كده الدور اللي فوق بالصدفة لقيتها محطوطة في الرمل. مش عارفة مين اللي طلعها حطها في الرمل. عمالة افتكر يعني ايه اللي طلعها فوق كده. مش عارفة. المهم خدتها بقى، كانت طبعا كانت يعني متبهدلة وكده، فخدتها سبتها شوية في المية لحد ما نزلت الرمل اللي فيها، وبعدين غسلتها كويس. فهي تحس لونها كده مغمق شوية، مش عارفة ليه، فقلت يعني غسلة على غسلة ان شاء الله هتفتح معايا تاني وتبقى كويسة. عندي بصراحة اللي هي بتاع الألومنيو، اللي هي بيخلي الألومنيو تفتح كده، بس قلت لا بلاش، خلينا ايه في الطبيعة احسن دلوقتي. دعكة في دعكة كده، انا كده كده مش هستخدمها دلوقتي. يعني لحد ما ترجع تاني لطبيعتها وكده. أو ممكن عندي بقى اللهلوبة الشطورة الحلوة الجميلة بتاعتنا. أه بحب احطها كده لما احس ان الحوض عندي بهتان كده ومصفر وفي بلاوي، اروح حاطه بقى ايه لحسه كده من اللهلوبه دي، بترجع الحوض تاني زي الفل وقشطه. ومعاكم بقى بتاعه الرخام دي، عايزه اقول لكم جميله 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 جميله. انا عارفه طبعا ان انا اخر واحده مشترياها، بس فعلا حرفيا تحفه. اللي هي بتخلي لك اصلا الرخامه ناشفه، لو حطيتي عليها منديل يطير. بس انا يعني مش عارفه، انا الحنفيه عندي من هي مرفوعه قوي، ف مش بتساعدني في ان الميه تفضل كده ايه مش ناشفه على الحوض، لا. من الحنفيه بعيد، فانا لما باجي اغسل مثلا حاجه ولا كده بالميه، الميه بتنطر في كل مكان. فالمهم بحاول بقدر الامكان ان انا برضو ايه انشفه كده واظبطه. ويدعوا لي كده ان انا اغير المطبخ، والله يدعوا لي ان انا اغير الرخامه واغير المطبخ واغير الحوض واغير كل حاجه. كل حاجه عايزه تتغير عندي. انا من فتره كانت عندي الركنه ما كانتش عاجباني خالص، وكانت هبطت بقى وباظت بقى لها 7 سنين اهي. وما كانتش حلو. كان عارفه البتاع اللي عارفين البتاع اللي على الكولمن دي، كان ده لون الركنه عندي.
فما كانش حلو خالص وما كانش عاجبني. ففضلت عافر عافر عافر، انا عايزه اغير الركن، عايزه اغير الركن، عايزه اغير الركنه، لحد ما الحمد لله الحمد لله الحمد لله وكرم ربنا كبير، الحمد لله قدرت ان انا اغيرها وان انا اجددها، وجددت فيها كل حاجه، عليتها وعليت رجولها وعليت وغيرت الفرشة بتاعتها وغيرت سفنجها، المهم ان انا حولتها 180 درجة. طيب ليه ما بدلت، ليه ما بعتيهاش مثلا وجبتي ركنة تانية؟ اقول لكم الحقيقة يعني والصراحة، يعني انا لما جبت النجار يشوفها وكده، اللي هو هيعملها يعني، قال لي ان هي ان هي لو اتباعت مش هتجيب حاجة. تمام. ولو جيتي اشتريتي واحدة تانية هتعمل حوالي 14,000 أو 15,000 جنيه. تمام. 14,000 أو 15,000 تقريبا. فقلت له طيب لو أنا عايزة مثلا أجددها، قال لي لو جددتيها هتتكلف مثلا حوالي 6,000. كان قال لي في الأول 10,000. فبصراحة ده كان مخليني يعني ايه مقلقة شوية. طب ما اللي خليني اجدد ماشي، وكده كده هو الخشب قديم وكده، لا ما انا ابيعها يعني والفلوس اللي انا هحطها مع فلوسها اجيب بيها ركنة جديدة، وعلى كيفي بقى وعلى تصميمي وبتاع. فالمهم سألت واحد تاني فقال لي هتتكلف 5,000. تمام. لان انا كان عندي حاجة اسمها الشاسيه كده في البتاع ده في الركنة موجود، وقال لي ده هو اللي بيكلف اكتر، فهو موجود عندك فمش هتتكلف كتير، يا دوبك بس هنجيب السفنجة والحاجات اللي هي بتتجاب دي كانت عاملة 4,000، وهو كان متفق ان هو هياخد 1,500 تقريبا ايده. ما هو موضوع المهم بالرجول بقى بتاع الركنة كله، ان هم دخلوا في 6,000 جنيه عمولة بكل حاجة. تمام. وقلت بقى ايه يعني نجيبها دلوقتي ونهلكها، هي كده كده الخشب بتاعها كان ما شاء الله حلو، هو بس المشكلة كان في السفنج وكان الحاجات دي كلها، ولونها طبعا ما كانش عاجبني. المهم انا عملتها والحمد لله شكلها دلوقتي يعني انا راضية عنها. بس انا مغطياها عامله لها كفر ومغطياها كله، عشان حطيت بقى هدف تاني قدامي، ان انا عايزه اجيب السجاد، عايزه اغير السكات بتاع الركنه برضو، ان شاء الله ربنا يكرمني محوشاله، وان شاء الله هنزل اجيب لها سجاده حلوه برضو هوريها لكم. واخر حاجه بقى اخر حاجه عايزه اغير الحيطه اللي هي ورا الركنه، لان الحيطه اللي ورا الركنه فيها كذا لون كده مش عاجبني، فانا عايزه اخليها كلها ساده. تمام. طيب ليه بقول لكم الكلام ده؟ بقول لكم الكلام ده علشان خاطر اقول لكم ان مفيش حاجه اسمها مستحيل، مفيش حاجه اسمها مش هقدر اعملها. لا، انتي حطي جواكي هدف وتوكلي على الله، وقولي يا رب انا ان شاء الله هقدر ان انا اعمل كذا، وهقدر ان انا اعمل كذا، وهقدر ان انا اعمل كذا. وطبعا ده كله بعد يعني بعد آه، رضا ربنا وبعد موافقة ربنا. فمادام الواحدة بتعمل وهي بتسعى ان هي تعمل، فصدقيني كل حاجة كل اللي نفسك فيها هيتحقق. لو انت قاعدة في بيت ايجار وبتحلمي ان انت يبقى عندك بيت ملك، اسعي في الموضوع دون واجتهدي، وحاولي ان انت تظبطي نفسك على ان انت تحوشي مثلا او تدخلي في جمعيات او هتبصي تلاقي نفسك ربنا كده كرمك من وسع، وبتحققي اللي انت عايزاه والله العظيم. يعني انا مش هقولك بقى بيت، ولا مش هقولك ان انا يعني عايزه بيت، لا انا طموحاتي بسيطه والله العظيم يعني. حته ان انا اغير الركنه دي كانت عند جوزي، ليه ما نغير الركنه، ليه؟ طب ما الركنه كويسه، طيب مش باصين لنا بقى يعني، احنا عندنا احنا الستات مثلا بنبص لحاجات الرجاله مش بنبص ليها. هما شايفين ان الحاجه احنا قاعدين عليها وزي الفل اهي، انما احنا باصين بقى شكلها ما بقاش حلو، مثلا سفنجها مش بقى حلو، لونها مش ماشي خالص مع لون الشقة عندي. كل الحاجات دي كلها طبعا يعني كنت انا بصلها وما كانش بصلها خالص. فبسعي انا وبمجهودي الحمد لله، وانا اللي حوشت لها، وانا اللي فضلت اسعى على الراجل اللي جه بص عليها.
فكل ده بتيجي والله العظيم بمجهودك وبصبرك، وطبعا بإلحاحك، يعني إلحاحك دون أهم حاجة. فيا رب يراضي كل واحدة باللي بتتمناه يا رب. ربنا يراضينا كلنا، وما يخليش حد أبدا أبدا نفسه في حاجة إلا لما يراضيه بيها وزيادة كمان يا رب العالمين. خرجنا بره الموضوع خالص، بره الروتين اللي احنا بنعمله، وشايفين طبعا يعني انا عملت ايه. الكلام واضح، مفهوش حاجات كتيرة مكعبلة يعني. انا كنت كل اللي انا فيه ده كنت في المطبخ، وغسلنا المواعين بقى ولمعنا الرخامات، وقلت بالمرة كده الأرض كده ايه ياخدها مسحة كده على طول، علشان يعني تبقى كل حاجة نظيفة. السجادة كنت خدتها، هي السجادة اللي انا حطاها دي سجادة جينز، الظهر بتاعها جينز، فانا خدتها حطيتها في الغسالة، ودي كانت غلطة انا عمري ما هعملها تاني. كرمشت، تحسيها ان هي يعني مش عارفة، حاساها رهرطت كده، ومبقتش بتظبط معايا، مبقتش يعني مستقيمة كده، بقت تحسيها منعوجة كده. بصوا بقى يا حلوين، الرف ده كده مش عارفه اعمل فيه ايه. انا كنت المفروض ان هو كان عاملهولي علشان خاطر الفرن الكهرباء، بس لا عامل فيه خرم ان هو ينزل مثلا الفيشه منه، ولا عامل، ولا هو اصلا قد مساحه الفرن الكهرباء ولا اي حاجه. فزي ما انتم شايفين فرن الكهرباء على الرخام اهو، وهو فوق، وانا مش عارفه احط فيه ايه، يعني افكار كده ممسوحه من دماغي خالص. حاطه فيه الشاي والسكر وبس كده، وشوية بقى حاجات بقى ايه، مش عارفة، مثلا حلويات، حاجات من الحاجات دي بحطها في الرفة دي. فقوليلي كده افكار ان انا استغل المساحة دي في حاجة تكون شكلها حلو، مثلا حاجة ديكور مثلا، او حاجة احطها فيها تدي المكان ده شكل كده جذاب وحلو. خرجت بقى من المطبخ، طبعا الغسيل اللي هو يعني محور حياتنا كلها. احنا بنقوم من النوم، شفت انا كنت حاطه غسيل في الغسالة، وده غسيل جايبه من على الحبل، وفي سبت وكان في سبت كده محطوط فيه غسيل محتاج يتنشر. فانا بشيل من ده، اروح نشره، واروح مطبقه الغسيل، واروح حاطه غسيل في الغسيل. المهم ربنا يملى بيوتنا كده بركة، ويملاهم عيال كده يلعبوا ويبهدلوا، واحنا نغسل، مفيش اي مشكلة خالص خالص. ربنا بس يدينا صحة ويدينا كده القوة ان احنا نفضل نعمل كده يا رب، ما يحوجناش لحد ابدا ابدا ابدا. يلا بقى قولولي بقى، مين اللي لحد دلوقتي لسه بيسمع الفيديو لحد دلوقتي كده منزلش كده عمل لايك كده حلو من ايده، وكمان اللي مش مشترك في القناة كده ينورني باشتراكه، ويكتب ان هو تحت مشترك جديد عشان ارحب بيه في الفيديو الجديد. البطانية دي انا عارفاه، تحت البطانية دي انا عارفاكي. يلا طلعي ايدك كده من تحت البطانية، ونزلي رجلك كده على الارض، وقومي كده تنشطي وتحمسي كده، وشوفي لو وراكي اي حاجة اعمليها في ثانية، مش هتاخد منك وقت. وصدقيني اول ما هتبدأي بس ان انت تبيلي ايدك كده تحت المية، هتلاقي الدنيا بقت زي الفل معاكي. ولو عندك سخان شغليه، هيساعدك اكتر في غسيل المواعين والحاجات دي. تمام كده. عايزه اقول لكم ان اليومين اللي جايين دول كلهم ان شاء الله باذن الله هيكون الجو فيهم حلو، هيكون الدنيا معتدله فيهم، والشمس هتكون طالعه تقريبا يعني. الاسبوع ده كله هيكون بالشكل ده. بعدين بقى في عشرات، يعني امشير بيبقى عشرات، 10 حر، و10 ساقعه، و10 وسط. فاحنا دلوقتي تقريبا كده في الجو اللي هو الوسط، اللي هو مش ساقع ومش حر. فلو قدامها بقى اي حاجه تقوم تعملها كده، وما تشغلش نفسها بقى بايه، بان هي ماسكه التليفون. شغلي الموبايل جنبي كده على اي حاجه انت بتحبيها، وقومي كده تنشطي وتشجعي، وبصي هتبصي تلاقي نفسك اصلا يعني قعدتي كده وانت دافيانه، ولو استغطيتي بقى بالليل ولا حاجه، هتبقي مطمنه ان شقتك نظيفه وزي الفل. كنت اقول لكم ايه بقى يا حلوين، كنت هقول لكم ايه، او عاملين ايه بقى في ظل الاسعار اللي احنا بنعيشها دي، والغلا اللي احنا بنعيشه دون، والحاجات اللي احنا مش فاهمين هي رايحه بينا على فين. انا حسيت انا حاسه ان 3/4 الشباب دلوقتي سافرت بره. والله يعني احنا عندنا في الشارع مثلا اكتر من 3/4 الشباب بتوع الشارع اللي احنا عايشين فيه دون سافروا، كلهم سافروا بره البلد. فهل دي مؤامرة مثلا علشان خاطر الشباب تسافر، مبقاش في شباب في البلد؟ طب ليه طيب؟ هم ربنا يعين كل واحد يا رب على اللي هو فيه، ويا رب ما يكسف اب ابدا 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 قدام اولاده يا رب. ويا رب اي شاب محتاج ان هو يكون نفسه عشان يتجوز ويعف نفسه، يا رب تكون معاه وتساعده. لان فعلا فعلا اسعار، والله انا عايزه اقول لكم ان انا كنت مع واحده قريبتي
بتجهز بنتها. عايزة اقول لكم شوية رفايع، جايبة شوية رفايع والله مش حاجة اصلا يعني. ودفعت لها حوالي 5000، وكان لسه عندها يعني في فلوس لسه ما تسددتش. فانا بقيت واقفة اللي هو يعني حرام، والله حرام بجد. فأي بنوتة بتسمعني حاولي ان انت تخفي عن اهلك شوية. مش لازم نجيب 5 و6 و7 حاجات شبه بعض، مش لازم نجيب 2 شبه بعض، كفاية حاجة واحدة بس من كل حاجة ونخش بيهم. تصدقوني الشقة هتكون اهدى واحلى بكتير لما نجيب حاجة واحدة بس قيمة، احسن بكتير اوي ما نجيب كذا حاجة بكذا نوع بكذا صنف بكذا، فاهمين؟ وتيجوا في الاخر وتحطوا تحت السرير وفوق الدولاب وهنا وهنا وهنا، ونبقى عارفين يعني نبقى مش عارفين نحط حاجتنا فين من كترها. طب ليه؟ طب ليه؟ واهالينا اللي بيفضلوا يدفعوا دم قلبهم في بعد ما تتجوزي بكذا سنة يسندوا في الديون اللي عليهم. فياريت نكون بس كده رحماء بأهالينا يعني ونخلي بالنا كويس جدا قبل ما نقول أي كلمة، إن هما يعني مش عايزين يخلونا ناقصين أي حاجة، مش عايزين يحرمونا من أي حاجة في الدنيا. بس للأسف الدنيا صعبتها علينا، أو يعني مش عايزة أقول حاجة مثلا تكون عليا، بس فعلا الحياة بقت صعبة جدا 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 على أي حد وعلى كل الناس، سواء كان طبقة متوسطة أو طبقة فقيرة أو طبقة غنية، أو كلنا بنعاني من نفس المشكلة اللي هو غلا الأسعار. ويعني مفيش حد دلوقتي تلاقيه ماشي مش بيتكلم غير في الموضوع ده. فاللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض يوم العرض عليك. هنقول الدنيا مش هتقف على الحاجات اللي بتغلى والحاجات اللي بترخص، بس للأسف يعني في حياة وقفت بالنسبة لناس كتير. فربنا يسترها علينا وعليكم يا رب، وأشوفكم فيديو قريب بإذن الله. مع السلامة.